النهاردة في الفيديو ده هقولك على علامات على الست اللي يستحيل أي حد ينساها، سواء بقى كان راجل في حياتها، سواء كان عيلتها. ست مختلفة، ست زي ما بيتقال عليها كده، ست منفردة، ست كاريزما. أول حاجة ممكن تكون من صفات الست دي إن هي ست مش تقليدية، وقعدتها كده مش مملة. دايما لما تقعد معاها تحس بحماس، على شوية غموض، فيها حاجة كده مختلفة. تاني حاجة، كلنا ممكن ننسى هي قالت ايه، بس عمرنا ما ننسى الشعور اللي حسيناه واحنا قاعدين معاها. يعني لو حد قاعد معاها شعور مختلف، ما تحسش بملل، تحس كده ان هي ست يعني متجددة. تالت صفة فيها ان هي ست غامضة، مفيش راجل يقدر يفهمها. ما بتفضلش طول الوقت تقعد تشرح في نفسها وتبرر في أفعالها، ولا طول الوقت بتفضل تتكلم على حياتها. مش سايبه له كده فرصة للي حواليها أو للشخص اللي في حياتها إنه يقعد يفكر، يا ترى هي بتعمل إيه دلوقتي، يا ترى بتفكر في إيه. مش عمالة على بطال تقعد ترغي كده وترطرط في الكلام فتقتل عنده الفضول. زي ما احنا بنشوف كده بنات بتفضل تحكي انا عملت وسويت ورحت وجيت من غير ما حد يسألها. لا، في ست بتبقى ست تقيلة، ست غامضة، ما بتقولش اي حاجة كده وخلاص، لا، بتقول كلام موزون وكلام قليل. العلامة اللي بعد كده بتخلي اللي يقعد معاها يقعد يفكر كده ويربط الكلام ببعضه، ويقعد يقول طب هي عملت كده ليه، طب هي اتصرفت كده ازاي، طب ليه هي ساكتة دلوقتي، طب ايه هي بتعمل ايه دلوقتي. تملي كده اللي حواليها في حياتها عندهم حب فضول من ناحيتها. ايه بقى كمان ممكن تكون في الست اللي يكون علامات فيها اللي مستحيل اي حد ينساها؟ تحس دايما ان عمرها ما بتطارد حد. يعني انت موجود اهلا وسهلا، مشيت برضو اهلا وسهلا، لا هقولك مشيت ليه ولا انت موجود ليه، براحتك. عمرها ما بتطارد حد ابدا، ودايما بتحب تبقى على طبيعتها، ما عندهاش تصنع، يعني عفوية، بتتصرف اللي بتحس بيه. ما تحس كده دايما ان انت مش متوقع تصرفاتها، مش قادر تحكم هي ممكن تعمل ايه بعد كده. واكتر ميزة بقى في الست الكاريزما والست اللي مفيش حد يقدر ينساها هي الهدوء. لان احنا طبعا كلنا عارفين ان الستات بتنفعل بسرعة، يعني اي موقف في ضغط هتلاقي الست دايما بتنفجر وبتتكلم وبتزعق وبتصرخ. لا، الست دي هادية وقت الازمات. الناس بتبقى حواليها متوقعة ان هي تنفجر، لكن هي بتفضل ثابتة. طيب في علامة تانية؟ طبعا في علامة تانية، ودي من أهم العلامات، عندها ثقة زايدة بنفسها. يعني مفيش حد يقدر يهز صورتها قدام نفسها، واثقة في نفسها في كل وقت وفي كل مكان. عندها ذكاء عاطفي في التعامل مع الناس اللي حواليها، بتعرف تكسب كويس قوي الناس اللي حواليها. ومش اي حد طبعا بيكون في محيط حياتها او في محيط دايرتها، بس تملي بيبقى عندها ذكاء حاد في اختيار الناس اللي يبقوا في دايرتها. مش عمالة على بطال تعرف ناس وتكلم ناس، لا، الناس بس اللي ليهم قيمة. يا ترى انتي عندك كام صفة من اللي انا قلتها؟ يا ترى عندك غموض؟ يا ترى عندك ذكاء انفعالي؟ يا ترى عندك ثقة زايدة؟ يا ترى عفوية وما عندكيش تصنع؟ ها، قولولي كده عندك كام علامة من العلامات اللي انا قلتها عشان نقدر نقول عليك ان انت ست كاريزما.